طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ الأخبار عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنكمل زي ما احنا في سلسلة مادة البروجيكشن. في الفيديو دوت ان شاء الله بإذن الله هنكمل مع بعض assignment 3. كنا في قصة assignment 3 اشتغلنا مع بعض فيديوهين. كان أول فيديو شرحنا فيه يعتبر زي اللوز والقواعد اللي احنا هنشتغل بيها في الassignment ده، والفيديو اللي فات على طول اشتغلنا بقى اول 3 مسائل في assignment 3. في الفيديو الاخير بقى ان شاء الله باذن الله في assignment 3 هناخد بقى اول 4 مسائل. وزي ما شفنا في الفيديو اللي فات هو حرفيا كانت مسائل مباشره لتطبيق بس اللوز والقواعد اللي احنا هنشتغل بيها في الassignment دوت، لكن المسائل بقى الحقيقيه هي الاربع مسائل ديت ان شاء الله باذن الله. خلي بالك لان الassignment دوت مهم، والاربع مسائل دول مهمين لان دول اللي بيجي فيهم امتحان الميد تيرم وبيجي فيهم الكويز. يعني انت كده حرفيا انت البروجيكشن بقى او بداية البروجيكشن الحقيقية هتبتدي من الاربع مسائل دول. انت كل اللي فات ده حرفيا هو يعتبر كانت بيزكس، لكن انت الاسئلة اللي هتبدأ بقى ايه هتشوفها وهيجيلك زيها في الكويز وفي الميد هما ايه بداية من الاربع اسئلة دول. حلو. طيب تعالى كده ايه، طبعا كل الكلام ده اللي احنا اشتغلناه الفيديو اللي فات هنبدا مع بعض بقى، او زي ما قلنا في الفيديو دوت بسؤال رقم 4 ان شاء الله باذن الله. طيب سؤال رقم 4 هو بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا درو ذا بروجيكشن اوف ذا رومبس. تمام، هو عايز رومبس. طيب تعالى كده نترجم مع بعض واحده واحده. في البدايه هو الرومبس دوت هو عباره عن ايه؟ الرومبس دوت اللي هو المعين، تمام، بالنسبه للشباب اللي هو ايه العربي ده كده اللي هو الرومبس. طيب برضه لازم تكون عارف ايه الجيفنز بتاعتك او ايه خصائص الرومبس ده، لان حاجات زي كده انت هتحتاجها في الشغل. الرومبس دوت طبعا انت عشان تكون عارف هو جميع اطوال اضلاعه متساويه زي المربع كده بالظبط، تمام، جميع اطوال اضلاعه اللي هو ايه متساويه. طيب وبرضه اكيد الضلعين دول هما بارل لبعض والضلعين دول هما بارل لبعض. طب هل الاضلاع دي هي متعامده على بعض؟ لا طبعا. انا بيبقى عندي ضلعين طبعا بيبقى عندي في 2 انجلز هما كبار و2 انجلز الناحيه الثانيه صغيرين. دوت مش هيبقى مهم بالنسبه لي. المهم بالنسبه لي ان احنا طبعا نكون عارفين ان الرومبس اطوال اضلاعه متساويه وان اضلاعه هي طبعا بتبقى موازيه لبعضها. حلو. طيب ده كده الرومبس اللي هو عايزنا نرسم البروجيكشن بتاعته. المهم الرومبس دوت ماله هو اي بي سي دي. خلاص تمام ماشي، ده اي بي سي وهنا دي. كان بقى على ايه؟ هو هنا مديني من البوينت اي بي 4 و02، والبوينت بي برضه مديني البوينت بي ب1.5 و3.5. وبعدين قال لي the horizontal projection and vertical projection of the side BC هو ميك 30 and 45 with the ground line. يعني ايه؟ تعالى برضه زي ما قلت لك نفصصها واحده واحده. هو اداني البوينت A والبوينت B صح، يعني معنى اصح انا اقدر ارسم اسقاط الخط ده. خلاص رسمنا اسقاط الخط دوت. مديني ايه كمان؟ قايل لي ان بي سي اللي هو بقى الخط دوت حلو، اداني جيفن عليه او زي اداني كده هو ريفرنس دي. قال لي ايه؟ قال لي ان البروجيكشن بتاعه تمام هو هيعمل انجل هو 30 في الهوريزونتال بروجيكشن، والفيرتيكال بروجيكشن بتاعه هيعمل مع الجراوند لاين. طبعا ايه الجراوند لاين؟ اللي هو ده انجل 45. يعني ايه؟ يعني بمعنى صح لو نفترض مثلا ده كده البروجيكشن بتاع بي سي اللي هو هي بي دبل داش وايه وسي دبل داش، هو المفروض هيعمل انجل 45 مع الجراوند لاين. ما ده الجراوند لاين. طب ده كده ايه؟ ده الفيرتيكال بروجيكشن اللي هو في الفيرتيكال بلان. طب الهوريزونتال بروجيكشن هو هيعمل انجل قد ايه؟ هيعمل انجل 30 مع برضه ايه الجراوند لاين. فالانجل دي هتبقى 30 ودي اللي هو هتبقى ايه 45. حلو. طيب شفنا الجيفن، شفنا الجيفن وعرفنا هو مدينا ايه. طيب تعالى بقى ايه نبدا مع بعض كده نشتغل السؤال بتاعنا واحده واحده. هنشتغل السؤال ازاي؟ باختصار هنوقع الجيفن اللي هو مديها لنا. ايه الجيفنز اللي هو مديها لنا؟ اول حاجه زي ما قلنا هو مدينا هنا بوينت ايه ب 4.02، فتعال نوقعها. هي هنا الواي بزيرو، فانا مش هطلع في الواي، هنزل بس في الاكس ب4 وهطلع في الزد ب2. حلو. بالنسبه للبي الواي بتاعتها ب3، هنزل في الاكس ب1.5، فتقريبا هبقى هنا وهطلع في الواي نص. حلو. بس خلاص يبقى ده كده انا عندي دي الاي داش، دي الاي دبل داش، ودي البي داش، وديت البي دبل داش. حلو. هنعمل ايه؟ هنوصل بقى خلاص الداشات بالداشات تمام بالمنظر دوت، وهنوصل الدبل داشات بالدبل داشات بالمنظر ده. رسمت الاي دبل داش والبي دبل داش وخلاص ماشي، رسمت يعتبر اسقاط اول ضلع. ايه اللي هقدر اعمله؟ هو مديني شويه جيفنز برضه على تاني ضلع اللي هو البي سي. طب ما تيجي نوقعها. هو قال لي ايه؟ قال لي ان البي سي هو هيعمل انجل 30 مع الهوريزونتال بلان. يعني ايه هيعمل انجل 30؟ هو مش البي سي تقريبا هو هيبقى هنا كده صح؟ او ما دوت البي، فالسي داش بتاعته هي هتبقى هنا او هنا او هنا او هنا. طيب حلو. ايه وضعها بقى؟ اما هو قال لك اهو، قال لك ان هي بتعمل انجل 30. طب يا صاحبي ما تقدر تعمل لي
انجل 30 كده مع الجراوند لاين. طب يعني ايه مع الجراوند لاين؟ يعني معنى اصح مش ده الجراوند لاين مع الهوريزونتال يا عم، تمام؟ يعني انت مثلا ممكن ترسم كده خط خفيف وترسم لي خط كده هو بيعمل انجل 30 معاه، وهو دي يكون لو احنا رسمنا بالمنقله فهو في الغالب هيجي بحاجه زي كده، تمام؟ وهنمسح ده حلو، او خليه كده على خفيف. يبقى ديت خطوط العمل بتاعتك. هنخليها معلش هنا بلون تاني عشان ما تلخبطش بالمنظر ده. يبقى انا كده عملت اللي هو ايه، زي محور هندسي او محور للبي سي. هو قال لك ان هو بيعمل انجل 30، فانا رسمت له خط بيعمل انجل 30، فانا كده خلاص انا عارف ان السي داش هي هتبقى هنا او هنا او هنا او هنا. لسه بقى هنشوف، بس انا بمعنى صح جبت لها زي لوكس او اللي هو ايه، محل هندسي او محل اسقاط. طيب بالنسبه بقى للفيرتيكال بروجيكشن، الفيرتيكال بروجيكشن قال لك بيعمل انجل قد ايه؟ 45. طب يعني ايه بيعمل انجل 45 مع جراوند لاين؟ يعني انت هترسم كده خط وهتعمل ايه بالمنقله، او هترسم منه اللي هو ايه، خط عامل انجل 45. حلو، يعني طبق الجيفنز بتاعتك كده واحده واحده. طيب هو هنا قايل لي ايه؟ قايل لي بقى زي ما قلنا ان البي سي ده يعتبر البروجيكشن بتاعته هتبقى واقعه هنا. طيب هل البوينت سي بقى شخصيا هو مديهاني؟ لا، هو مش مديني هنا البوينت سي. طب هنعمل ايه؟ انا يعتبر الجيفنز بتاعتي كلها حطيتها، ممكن اعمل ايه تاني؟ مفيش حاجه تعملها. بس لو انت بقى جيت فكرت هل دي فعلا كل الجيفنز اللي هو مداني؟ لا يا صاحبي، هو هنا مديك جيفن مهمه. هو ايه اهم جيفن؟ هي الجيفن دي ان هو قايل لك ان ده رومبس، فانت لازم بقى تستخدم هنا خصائص الرومبس. اللي هي ايه خصائص الرومبس؟ ان اطوال اضلاع الرومبس متساويه. طب ازاي الخاصيه ديت هتفيدني في ايه؟ خلينا كده مع بعض نفترض حاجه، وليكن يا صاحبي لو الاطوال ديت كانت حقيقيه، لا اللي هو الاي بي الاي داش بي داش دوت والاي دبل داش والبي دبل داش دي كانت اطوال حقيقيه، وانا عايز ارسم لومبس، فانت طبيعي كنت هتعمل ايه؟ هو احنا مش قلنا ان اللومبس اطوال اضلاعه متساويه؟ يعني البي سي ايكوال الاي بي، صح؟ طب واحنا افترضنا بقى ولنفترض ان الاي داش بي داش دوت طوله الحقيقي، فانت على طول هتعمل ايه؟ هتفتح البرجل بنفس الفتحه ديت وهتعلم هنا علام بحيث ان هو يديني كده طول، ويكون الطول دوت هو قد الطول ده، وساعتها هسمي البوينت ديت هي هتبقى السي داش، وساعتها برضه هستخدم الخاصيه الثانيه. هو هنا اللومبس دوت احنا قلنا ايه؟ ان اطوال اضلاعه متوازيه، فانا خلاص بما اني جبت السي داش فانا منها اقدر ارسم متوازي كده للاي داش والبي دبل داش، وارسم متوازي كده، وساعتها اكون خلاص انا خلصت اللومبس، صح؟ تمام. بس حلو، هو تقريبا هي دي الفكره اللي احنا نشتغل بيها. بس انا في الاول عملت افتراض، انا قلت لك انا عشان اشتغل كده افترضت ايه؟ افترضت ان دوت بطوله الحقيقي، بس لا، هو علشان ده بقى مش بطوله الحقيقي فانا مش هقدر اعمل الكلام ده. فانا بقى علشان اعمل الكلام دوت محتاج ايه؟ محتاج حرفيا زي اجيب الطول الحقيقي. وصلت الفكره؟ بس فانت حاول فصص كده ايه زي ما قلت لك، شوف الشكل اللي هو مديهولك او طالبه منك، طب ايه الخصائص بتاعته؟ الخصائص بتاعته ديت حاول استخدمها، الخصائص بتاعته ديت هي يعتبر جيفن. فانا قلت لك ايه؟ انا قلت لك ان احنا لو افترضنا ان دوت كان بطوله الحقيقي فانا حرفيا كنت اخدته ووقعته هنا، بس هو مش بطوله الحقيقي. طب ما انا عايز ايه؟ عايز بقى اجيب الطول الحقيقي بتاعه علشان اوقعه ايه؟ مثلا نوقعه هنا. فتعال نجيب الطول الحقيقي بتاعه. مش الطول الحقيقي هو اللي بيحل لنا المشكله؟ الطول الحقيقي هو اللي بيحل المشكله. فتعال نجيب الطول الحقيقي. طبعا هنجيب الطول الحقيقي ازاي؟ زي ما احنا متعودين بقى، قعدنا نهلي ونلغي في الموضوع دوت فيديوهين. فعلى طول انا هنا هثبت مثلا، انا هجيب الطول الحقيقي فوق يعني هلف لتحت، فانا على طول هثبت مثلا، ممكن اثبت كده البي داش وهلف الاي داش بالمنظر ده، تمام؟ وهشد هنا خط هوريزونتال من الاي دبل داش وهطلع كده، تمام صديق؟ اهو هطلع كده، هشوف هتقاطع هنا فين، ويبقى عندي دوت كده هو الترو لينس بتاعي اهو، ده كده الترو لينس. طيب يبقى انا كده بقى معايا الطول الحقيقي. بس تعالى بقى سؤال، مش انا معايا الطول الحقيقي اهو، بس هل ينفع اوقع الطول الحقيقي دوت هنا على الخط ده او على الخط ده؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان الخط دوت بص هو قايل لك ايه؟ قال لك ذا بروجيكشن، يعني بص قال لك ذا هوريزونتال بروجيكشن. الهوريزونتال بروجيكشن هو اللي عامل انجل 30، والفيرتيكال بروجيكشن هو اللي عامل انجل 45، مش الطول الحقيقي هو اللي عامل كده. فانا الخط دوت هو زي محور اسقاط، والخط دوت برضه هو محور اسقاط او لوكس بتاع الاسقاط، مش اللوكس بتوع حقيقي. فانا ما ينفعش اخد الطول ده واوقعه على ايه؟ اوقعه على زي محور اسقاط، لكن انا ممكن اخده واوقعه على محور حقيقي. طب حلو، طب انا عايز اجيب المحور الحقيقي لمحور الاسقاط دوت، اعمل ايه؟ هقول لك هنعمل دوت ازاي. اسيوم يا صاحبي، او تعالى كده هنفترض اي بوينت هنا او بالمنظر ده، هنفترض كده اي بوينت هنا وهنسميها وليكن ان داش.
وطبعا الان داش ديت تعالى بس نقربها شويه اهو كده ان داش. طبعا الان داش ديت اسقاطها هيبقى فوق كده هنا، برضه عايزين نطلع مظبوط ثواني اهو، اسقاطها هيبقى فوق هنا الان دبل داش. انا عايز ايه؟ انا عايز اجيب المحور الحقيقي مش محور اسقاط. طب هنجيب المحور الحقيقي ازاي يا صاحبي؟ هنلف اهو، يعني يعتبر ايه كاني هجيب الطول الحقيقي بتاع البي داش الان داش. فانا هثبت البي داش وكده كده انا شادد الهوريزونتال لاين ده، هلف الان داش كده وهطلع ايه او قبل ما اطلع هشد هنا هوريزونتال لاين بالمنظر ده كده ثواني، واطلع ايه واطلع بيه كده هنا، ويبقى بقى الطول ده كده هو الطول او المحور الحقيقي بتاعي. حلو، يبقى ده المحور الحقيقي. مش انا جبت المحور الحقيقي خلاص، في هذه الحاله ايه اقدر اوقع الطول الحقيقي دوت على المحور ايه الحقيقي. فانا حرفيا بص انا هاخد اهو الطول ده كده تمام حلو، وهعمل ايه وهقلبه اهو كده بالمنظر دوت هنا. طبعا انت هتعمل دوت ايه بالبلجر، انا هنا عشان معيش بلجر على الكمبيوتر فبحاول اللي هو ايه يعني بهندل الدنيا تمام. انت هتفتح البلجر بفتحه الطول الحقيقي وتقف هنا وتقطع كده ايه عندي العلام ده. طيب يبقى انا كده ايه وقعت الطول الحقيقي. طيب حلو ماشي، انا وقعت الطول الحقيقي، بس انا عايز دلوقتي بقى ايه بروجيكشن. انا عايز ايه بروجيكشن مش عايز طول حقيقي. فاحنا هنعمل ايه؟ هنرجع بقى. انا لو رجعت كده هوريزونتال او من هنا بقى كده لحد البوينت ديت، مش كده ده انا هكون جبت السي دبل داش صح ولا غلط؟ طيب ولو نزلت بيه هنا كده اهو، مش انا كده هنا هكون جبت السي داش صح ولا غلط؟ طيب ليه بقى؟ تعالى يا صاحبي احكي لك قصه تاني لو انت مش فاهم. باختصار انا قلت ايه، احنا قلنا من في البدايه لو افترضنا ان دي كانت اطوال حقيقيه فانا كان ممكن اوقعها هنا واقفل متوازيات واكون رسمت اللومبس صح، بس هو دوت ما كانش اطوال حقيقي، فانا احتجت ان انا اجيب الطول الحقيقي. باختصار طب الطول الحقيقي هقدر اوقعه على محل مش حقيقي؟ لا، فانا جبت اللي هو ايه محل او محور حقيقي. ازاي؟ لفيت الخط ده، افترضت عليه اي نقطه وليكن ان داش ولفتها، فانا كده جبت المحل دوت او المحور ده كده هو يعتبر المحور الحقيقي. فبما انه محور حقيقي فاقدر اوقع عليه طول حقيقي، فانا وقعت عليه طول حقيقي او اخدت الطول لينس ده بالبلجر ووقعته هنا. يبقى وليكن كده دوت هو يعتبر ايه هو الطول الحقيقي بتاع البي سي. طب انا مش عايز الطول الحقيقي فرجعت ايه فرجعت هوريزونتال اللي هو ايه على المحور اللي مش حقيقي تمام او المحل اللي مش حقيقي تمام. مش انت كده اهو لو مسحنا الدوشه دي، مش انت باختصار ده كده يعتبر المحل الحقيقي، ده كده يعتبر البي دبل داش ان داش الان دبل داش اللي هو ايه الطول لينس بتاعها، ولكن هنا هوريزونتال على المحور ده فده اللي هو اللي مش حقيقي. فانا كذلك انا هنا بقى وقعت هنا الطول الحقيقي اللي هو بتاع زي البي سي، ولما رجعت هوريزونتال على المحور اللي مش حقيقي خلاص فانا كده جبت الاسقاط. فانت وصلت لك الفكره؟ يا رب تكون وصلت الفكره. عامه دي الستبس اللي انت هتشتغل بيها في الخمس مسائل بتوع الاساينمنت ده. المهم انا كده جبت بقى خلاص السي دبل داش، فانا هوصل البي دبل داش بالسي بالمنظر دوت كده حلو اهو، وهوصل برضو البي داش بالسي داش. كده فاضل ايه؟ فاضل الدي داش والدي دبل داش. هنعمل ايه؟ متوازيات بقى. هنستخدم الجيفن يعتبر الثاني بتاع اللومبس. احنا اللومبس قلنا ايه؟ ان اطول اضلاع متوازيه. فانت بارسطو اكيد خلاص انت عارف من اول اساينمنت ازاي تستخدم او ترسم خطوط بارلل بارسطو. فانت حرفيا هترسم كده اي خط بارلل كده ليه الخط اي بي داش ده كده فيبقى بالمنظر ده. ارسمه يا عم كبير شويه، وبعد كده ايه هتقفل كده ايه باراليل مع من الاي داش، هتقفل باراليل مع البي داش سي داش، والنقطه ديت هي هتبقى الدي داش. وبرده هنا فوق كذلك هرسم باراليل كده تمام من الاي دبل داش للبي دبل داش سي دبل داش، وبعدين هرسم برده باراليل من السي دبل داش للبي دبل داش اي دبل داش. التقاطع دوت هيديني الدي دبل داش. طيب عايز اتاكد من الحل. بص انت لو حلك تمام ومظبوط وقياستك مظبوطه، انت لو طلعت بالدي داش طبيعي لازم تلاقي فوق منها على طول الدي دبل داش وبس. وكده حرفيا احنا هنكون خلصنا سؤال رقم 4 وجبت له البروجيكشن بتاعت اللومبس اي بي سي دي. طيب لو انت فاهم لو مش فاهم هنعيد الكلام دوت في السؤال الجاي. هما كلهم نفس الستبس حرفيا تمام. طيب سؤال رقم 5 بقى في السريع بيقول لك ايه؟ بيقول لك do the projection of square A B C D where ال A B1 1 3 وال B بكذا تمام and its side BC pass through point N تمام. برضه نفس الكلام. تعالى نشتغل السؤال ده بقى على طول. اول حاجه هتعمل ايه؟ هنحط البوينت ايه؟ البوينت انا عندي هنا الواي ب1، الاكس ب1، الزد ب3 تمام. والبوينت بي
انت هنا الواي ب5 يعني ادي 3 دي كده 5 هننزل 4 وهنطلع 3 اهو تمام. بس يبقى انا عندي هنا دي الاي داش دي الاي دبل داش ودي البي دبل داش ودي البي داش. على طول انت هتعمل ايه؟ هتوصل الداشات بالداشات بالمنظر ده والاي دبل داش بالبي دبل داش بالمنظر ده. طيب اصلا المفروض وانت بتقرا السؤال تلاحظ الحته ديت، انت عندك الزد بتاعت الاي هي الزد بتاعت البي، فانت على طول لازم ايه تلاحظ، هو انت بما ان ليهم نفس الزد فانت الاي بي دوت هو يعتبر هو هوريزونتال لاين اهو، فهو هوريزونتال لاين دي سبيشال كيس لو تفتكر هوريزونتال لاين. قلنا كان الهوريزونتال لاين الخط عند البروجيكشن بتاعه كان بيبقى كده هوريزونتال في الفيرتيكال بلان ويظهر بالطول لينس فين؟ في الهوريزونتال بلان بس. فحرفيا هو مديك اهوت سكوير ومديك الطول لينس بتاعه. وبعدين قال ايه؟ قال ان الاس سايد بي سي باس ثرو بوينت ان، فتعالى نحط بوينت ان. والبوينت ان قايل ايه؟ قايل لي ان الواي بتاعتها ب2 و2 يعني فين؟ يعني هتبقى هنا كده اهو. حلو، فدي كده يعتبر هتبقى الان دبل داش. طيب عايز الان داش، طبيعي الان داش هتبقى تحت منها كده، فانت ارسم لها محل اهو، دي كده هتبقى الان داش اهو، ده كده هيبقى زي لوكس للان داش. طيب الان داش بقى هتبقى فين بالظبط؟ خليني اقول هنا في قاعده بقى بالنسبه للسكويرز والبروجيكشن، خليني ايه اقولها لك. اول حاجه هو ايه الجيفنز اللي هو مديهاني؟ الجيفنز اللي هو مديهاني كانت نقطه A ونقطه B وخلاص رسمتها. والجيفن برضه اللي هو كان مديهاني ان البي سي هو باص ثرو البوينت ان ديت وخلاص انا وقعت له البوينت ان. بس هل ثواني، هل دي كل برضه الجيفنز اللي هو مديهاني؟ هل دي كل المعطيات اللي هو مديهاني؟ لا. هو طب فين بقيه المعطيات اللي هو هيكون مديهاني؟ بقيه المعطيات اللي هو هيكون مديهاني حرفيا هتبقى في كلمه سكوير دي اللي هي ايه هي؟ تعالى كده نرسم السكوير مع بعض ونشوف شكله عامل ازاي. مش ده كده تقريبا مربع صح؟ ايه خصائص المربع؟ ان اطوال اضلاعه على طول متساويه تمام، اطوال اضلاعه كلها متساويه. طب هو اصلا فين طول ضلعه؟ هو مديني طول ضلعه، مديني طول ضلعه اللي هو ايه؟ ما هو مديك الاي بي بالطول لينس، فانت دوت يعتبر هو طول ضلع المربع. وبرده ان اطوال اضلاعه طبعا برده هي الضلعين المتقابلين بارلل لبعض متوازيين، وان اطوال الاضلاع عموديه على بعضها. طب خليني بقى هنا اقول لك قاعده في الاسقاط جديده انا مش قلتها لك في الفيديو الاول بتاع اسامي 3. هقول لك بقى قاعدتين. اول قاعده بتقول لي كده ان دايما الاسقاط هو بيحافظ على التوازي، وده القاعده ديت انت كان المفروض تستنتجها في السؤال ده. هو احنا مش في السؤال دوت قلنا ان احنا هنجيب الدي داش والدي دبل داش ازاي؟ عن طريق ان انا هرسم المتوازيات ديت صح؟ هرسم الخطوط دي، هرسم الخط ده بارلل للخط ده وهرسم الخط ده بارلل للخط دوت، هيتقاطعوا في نقطه هتكون ديت الدي دبل داش. وهنا برده كذلك. طب ليه رسمت الخطوط بارلل؟ لان الاسقاط بيحافظ على التوازي، يبقى دي قاعده. طيب في قاعده بقى كمان ايه هي؟ ان الاسقاط بيحافظ على الانجل طول ما انا الخط بتاعي هو ظاهر بطوله حقيقي. يعني ايه؟ يعني مثلا وليكن عندي خط في الفراغ اهو، وفي خط تاني عامل معاه مثلا انجل وليكن 76. دي خطوط في الفراغ، عايز اجيب البروجيكشن بتاع الخطوط دي، وليكن جبت البروجيكشن. فالسؤال بقى هل البروجيكشن بتاع الخطوط دي هيبقى برضه يعني مثلا لو دوت اي ودوت بي ودوت سي، فهل الاي داش بي داش هيبقى عامل انجل برضه مع البي داش سي داش انجل 76؟ بس في حاله ايه؟ في حاله لو الاي بي كان ظاهر بطوله الحقيقي. فانت وصلت لك الفكره؟ يبقى الاسقاط هو بيحافظ على الانجلز امتى؟ لو انا عندي خط من الخطوط ظاهر بطوله الحقيقي. طب يعني ايه الكلام دوت؟ يعني هو انا مش هنا مش ده مربع اهو صح، وعايز البروجيكشن بتاع المربع. طب انا عندي في خط من خطوط المربع هو ظاهر بطوله الحقيقي، فطالما الخط دوت ظاهر بطوله حقيقي فدوت معناه ايه؟ فدوت معناه ان البروجيكشنز هنا هتحافظ على الزوايا بتاعتي. يعني ده معناه ان البي داش سي داش هو هنا هيبقى عامل ايه؟ هيبقى عامل كده خط ايه؟ خط عمودي على الاي داش بي داش. وبرده كذلك حرفيا هيبقى هنا الدي داش هيبقى برده عامل ايه؟ خط كده عمودي. بس فانا حرفيا اقدر ممكن ارسم التو لوكس دول او ارسم كده محورين حلو بالمنظر ده، دول محلين زي محلين اسقاط، ودوت كده اقول ان ده محل او اللوكس بتاع هنا الدي داش، وده اللوكس بتاع اللي هو ايه؟ السي داش بقى. وطبعا انا هنا يبقى النقطه ديت هو قال لك ايه؟ قال لك ان انت هنا البي سي هي باص ثرو البوينت ان، ودوت كان محل ان فتقاطع ان، فدوت كده يعتبر هيبقى الان داش بتاعي البوينت ديت تبقى الان داش. فانت فهمت القاعده ديت؟ يبقى انا ايه؟ انا ليه رسمت العمودي ده؟ انا رسمته علشان هنا كان عندي خط ايه؟
ظاهر بطوله الحقيقي، وطالما عندي خط ظاهر بطوله حقيقي يبقى في الحاله ديت بس الاسقاط هيحافظ على اللي هو ايه الزوايا بتاعتي. طيب وصلنا لهنا حرفيا بقى هنكمل بنفس فكر السؤال 4، بل بالعكس حرفيا سؤال 5 يعني ابسط من سؤال 4. سؤال 4 هو كان مش عارف ايه، قايل لي ان انا عندي خط، فانا افترضت نقطه بتقع على الخط دوت علشان مش عارف اجيب اللي هو ايه الاسقاط الحقيقي. او في سؤال 4 ما كانش مديني الطول الحقيقي مباشر، لا انا في سؤال 4 هو كان مديني هنا البي داش الاي دبل داش، وانا لفيت وجبت اللي هو ايه الطول الحقيقي بتاعها. لكن هو هنا لا، هو هنا حرفيا مديني الطول الحقيقي ومديني اهوت اللوكس وقايل لي ومديني البوينت، فانا هنا مش هفترض حاجه، فانا هنا بقى ايه خلاص هلف يعني على طول. طب احنا هنا بقى ممكن نلف من فوق ولا نلف من تحت؟ يعني انا زي ما قلنا ايه ان انا ما ينفعش اخد الطول الحقيقي دوت اوقعه على المحل ده، لان دوت محل اسقاط، فانا عايز اجيب زي المحل الحقيقي مش الاسقاط، فهجيبه فين؟ فهجيبه تحت. يبقى انا ايه، انا عايز الطول دنس تحت، فهلف فين؟ فهلف اللي فوق ده. ازاي؟ اهو انا عندي هنا ده كده يعتبر البي دبل داش الان دبل داش، حلو. هاخدها ايه، هلفها بالمنظر ده، هخليها هوريزونتال. طيب لما اخليها هوريزونتال هعمل ايه؟ او هشد بقى من الان داش هنا خط وهنزل كده اهو، تقاطع ده مع ده هيديني كده ايه، يبقى احنا لو وصلنا كده النقطتين دول كده ببعض ده الترو لينس يعتبر، او اللي هو ايه المحور الحقيقي. طيب فانا بما اني جبت المحور الحقيقي فاقدر اوقع ايه، فاقدر اوقع عليه الطول الحقيقي دوت كده حرفيا. اهو هناخده بص هلفه بالمنظر ده، طبعا انت ايه هتاخده بالبلجل اهو جبته هنا. هقول خلاص هعتمد واقول ان ديت نقطة الدي داش؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان انا موقعها طول حقيقي. لكن لو رجعت بيها هنا على اللوكس بتاعي انا من هنا بقى ايه هقدر اجيب الدي داش بس، فمن هنا اقدر اقول ان هي ايه دي داش. هي هتطلع يعني تحت البوينت الان داش بحاجات بسيطه تمام، بس لو انت ايه شغال بادوات، لكن انا هنا بس عشان شغال كروكي فمش ظابطه، بس هي تطلع تحت منها بحاجات بسيطه. فبالتالي هقدر ايه في الحاله ديت هقدر ايه خلاص هوصل كده. وبرده نفس الفكره هرسم متوازيات، ده كده اوريدي مرسوم، هقفل كده ايه هنا بمتوازي بس او يعني بخط موازي للاي داش بي داش، وهيبقى عندي ديت النقطه ايه وصلي العكس، دي سي هتبقى سي داش وديت اللي هو ايه الدي داش تمام بس كده. طيب هعمل ايه نفس الفكره بقى، هطلع بالسي داش هنا على المحور، ما هو قال لك ان هو ايه البي سي باصص له البوينت ديت تمام، فانت هتمد اللي هي محور ايه هندسي كده، وهتطلع بالسي داش هتتقاطع هنا ايه في بوينت، فديت هتبقى السي دبل داش، وهترسم برضو متوازيات او بالمنظر دوت كده حلو. هي دي كده ايه دي كده البي دبل داش السي دبل داش، هرسم كده ايه بارلل لحد ما اجيب اللي هو ايه النقطه الدي دبل داش. وطبعا لو انت قياستك مظبوطه لو طلعت كده بالدي داش لازم ايه يبقى فوق منها الدي دبل داش على طول تمام. فدوت كده ايه سؤال رقم 5. تعالى بقى سؤال رقم 6. هل سؤال رقم 6 هيفرق كتير عن 4 و5 ولا اي حاجه؟ طيب تعالى كده نقرا ونشوف. بيقول لك درو ذا بروجيكشن اوف ذا ريكتانجل اي بي سي دي. طيب تعالى برضه اول حاجه هو ايه الريكتانجل؟ الريكتانجل اهو ريكتانجل مستطيل اهو، سوري ده مش مستطيل اهو مستطيل. طيب ايه خصائص المستطيل؟ ان الاطوال دي متساويه والطولين دول متساويين، وبرضه ايه الزوايا عندي قايمه، وكل ضلعين متقابلين متوازيين. خلاص دي كلها شويه حاجات انت هتحتاجها وانت شغال. المهم يديني نقطه ايه ومديني نقطه بي، وقال لي ان هنا ان السايد اي دي هو باراليل تو فيرتيكال بلان. طب يعني ايه باراليل تو فيرتيكال بلان؟ يعني اسقاط وهينزل بالتورنس، لازم تكون عارف الكلام ده. طب والاي دي ماله؟ هو قد ايه؟ 1.5 من الاي بي. فتعالى كده اول حاجه نوقع كده ايه البوينت بتاعتنا واحده واحده. قال لي ان الايه الواي بتاعتها ب3، الاكس ب3، والزد ب6. فين 6 اهو. طيب والبي الواي بتاعتها ب4.5 والاكس ب4، فانت هتبقى كده اهي، والزد بتاعتها ب5 تمام. ده كده يبقى الاي دبل داش دي البي دبل داش، وهنا الاي داش ودي البي داش. طبعا هتوصل الداشات بالداشات والدبل داشات بالدبل داشات. طيب كده خلصت النقطة A و B. قال لك ايه بقى؟ قال لك ان السايد AD ده هو parallel to vertical plane. طب هو يعني ايه parallel to vertical plane؟ يعني هيظهر بالترو لينس بتاعه في الفيرتيكال بلان، وهيبقى هوريزونتال فين؟ هيبقى هوريزونتال هنا كده اهو في الهوريزونتال بلان. حلو.
بس فانت ايه اعمل كده اهو، ده كده يبقى محل هندسي للدي داش، لوكاس كده للدي داش اهو. تمام. طيب وقلنا كمان وهيظهر بطوله الحقيقي هنا. طب انا عايز اجيب طوله الحقيقي. طوله الحقيقي ايه؟ ما قال لك، هو قال لك ان انت الاي دي هو هيبقى ايكوال 1.5 من الاي بي. طب ما تجيب لي الطول الحقيقي بتاع الاي بي، وبعد ما تجيب الطول الحقيقي بتاع الاي بي اضربه في 1.5 وهات الاي دي ووقعه بقى هنا، صح ولا غلط؟ طيب هنجيب الطول الحقيقي للايه بي ازاي؟ لف اي واحد. تعالى يا عم نلف دوت بما اننا شدينا هوريزونتال هنا. فانت هنا الاي داش بي داش لما تيجي تلفها كده، تعالى بلون تاني اهو، لما هاجي هلفها كده هنا واشد خط هوريزونتال من البي دبل داش وهطلع كده 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 اهو. فهلاقي ايه؟ هلاقي ان الترو لينس بتاع الاي بي اهو، ده كده الترو لينس بتاع الاي بي. هقيسه بالمسطره واشوف كام، وليكن قيسته بالمسطره مثلا كان مثلا 2 سم يا عم، كان 2 سم. طب ما انت الواحد ونص في 2 سم فبقى ب 3 سم بس خلاص. فانت كده ايه؟ الاي دي بقى وليكن ب 3 سم. فانت هتعمل ايه ساعتها؟ هترسم 3 سم ايه من الاي داش. طب ثواني، 3 سم مالهم؟ هيبقى بقى عمودي. طب ما دي عمودي لان انا قلت لك اللي هو ايه، لو انت عندك خط هو ظاهر بالترو لينس، فانت ايه؟ بقيه الخطوط بقى تبقى محافظه على الزوايا معاه في الاسقاط. فانت هترسم عمودي حرفيا على الاي دبل داش، هيبقى طوله قد ايه؟ 3 سم. وخلي بالك 3 سم دوت انا مش عارف، انا مش قايسها، انا افترضت ان ايه يعني، انت قيس دوت بالمسطره وليكن لقيته 2، فانت الواحد ونص من الاثنين هيبقى كام؟ 3. وساعتها بقى ايه؟ هترسم 3 عمودي على ايه؟ الاي داش البي الاي دبل داش الاي بي دبل داش. تمام. وساعتها هتبقى النقطه ديت هي الدي دبل داش. وطبعا لما تنزل بيها كده هنا على اللوكس بتاعها هتبقى دي داش. ما هو قال لك ان هو باراليل للفيرتيكال بلان، فلازم اكيد هيظهر هنا ايه؟ هوريزونتال او بالمنظر ده. طيب نفس الفكره بقى هعمل ايه ساعتها؟ هرسم متوازيات اهو، مع الاسقاط بيحافظ على ايه؟ على التوازي. فساعتها انا هرسم توازي من الدي داش للاي بي داش، وبعدين ايه؟ هطلع كده برضو ايه؟ بمتوازي من المنظر ده، وساعتها البوينت ديت تبقى سي داش. وهنا برضو كذلك هرسم موازي من الدي دبل داش للاي دبل داش بي دبل داش. حلو. وهنزل بالموازي دوت برضو اهو، وساعتها ديت هتبقى السي دبل داش. وانا لو قياساتي مظبوطه لو طلعت كده لازم طبعا هلاقي الاثنين فوق بعض، ولكن انا هنا عشان شغال اللي هو ايه؟ كروكي. فانت وصلت لك الفكره. بس هو حرفيا المسألة ديت ايه؟ طبقت تو لينس، بطبق بقى شوية القواعد التانية بتاعت الاسقاط، ان انا الاسقاط هو بيحافظ على الزوايا بين الخطوط في حالة اللي هو ايه؟ لو انا عندي خط كان ظاهر بالترو لينس بتاعه، وان الاسقاط والله هنا بيحافظ اللي هو ايه؟ على التوازي. طيب اخر بقى سؤال علشان نخلص الاساينمنت ده. بيقول ايه؟ بيقول لي draw the projection of triangle ABCD سوري ABC بس with ال AB بي equal ال AC equal 8 سنتيمتر. بص هو هنا اداك المعلومه، ده كده الطول الحقيقي، الطول اللي هو بيدولك جيفن ده بيبقى الترو لينس. قال لك ان ال AB equal ال AC equal 8 سنتيمتر. قال لك السايد AC is a frontal line and its side AB passes through point N. تمام. ومديك هنا ايه؟ الكوردينيتس بتاعت ايه؟ بوينت ان وسي واي. طب تعالى واحده واحده كده ايه؟ نحط الكوردينيتس بتاعتنا. هو قايل ايه؟ قايل اول حاجه ان الايه الواي ب0 والاكس ب8، الاكس ب8 يعني هتبقى كده هنا. تمام. والزد بتاعتها ب5.5 يعني هتبقى هنا كده. تمام. دي كده ايه؟ الايه. ومديني هنا ايه؟ طيب ثواني، تعالى على هو قال لك ايه؟ قال لك ان الاي سي هو فرونتال لاين. طب يعني ايه فرونتال لاين؟ يعني باراليل للفيرتيكال بلان. طب يعني ايه باراليل للفيرتيكال بلان؟ يعني هيظهر هنا بطوله الحقيقي وهنا هيظهر هوريزونتال لاين. حلو. هوريزونتال لاين ازاي؟ يعني هيبقى كده اهو، ده كده يعتبر هيبقى المحل بتاعه. بس هو قال لي ايه؟ قال لي ان الواي، تعالى كده ايه؟ نحط الواي بتاعت البوينت سي. هي الواي بتاعت البوينت سي بقد ايه؟ بسالب 4. سالب 4 يعني فين؟ سوري سالب 4 ونص يعني فين؟ يعني هتبقى هنا. فانت حرفيا ايه؟ ممكن تعمل اهو كده خط، والخط ده كده اللي هو يبقى ايه؟ لوكس بقى ايه؟ للسي داش والسي دبل داش. طبيعي تحت هنا يبقى عندي السي داش وفوق يبقى عندي السي دبل داش. بس هو قال لي قال لي ان الاي سي هو فرونتال لاين. يعني ايه فرونتال لاين؟ يعني هوريزونتال بقى يعني هوريزونتال هنا في هوريزونتال بلان. بس فانت النقطه ديت ايه؟ هي السي
داش، وطبعا النقطه ديت هي الاي داش، والنقطه اللي فوق ديت هي الاي دبل داش. حلو. وقال لي ان هو فرونت لاين يعني هيظهر ايه؟ هيظهر بطوله الحقيقي هنا. هيظهر بطوله الحقيقي فين؟ هيظهر بطوله الحقيقي في الهوريزونتال في الفيرتيكال بلان. طب طوله الحقيقي كام؟ 8 سنتيمتر. فانت هتقف هنا بسن البرجل وهتفتح فتحه 8 بتحس ان انت ايه؟ تقطع بيها الخط ده. طب ثواني، هقطع فوق ولا هقطع تحت؟ وقال لك ايه؟ قال لك ان الزد فاليو بتاعت البوينت سي هي للزان زيرو. يعني ايه للزان زيرو؟ الزد هي، ما انت الزد فوق بوزيتيف تحت بنيجاتيف، فدوت معناه ايه؟ ان انت هتقطع تحت هنا. وفعلا بص، انت لو جيت ارسم 8 سنتيمتر، بص ادي 2 4 6 8 دوت كده خط ال8. بص لو جينا ايه لفيناه كده هنا، شايف فعلا مديني اللي هو ايه الزد بزيرو فعلا. فدوت كده يعتبر ايه؟ السي دبل داش. يبقى انا كده ايه؟ حطيت الاي سي وفعلا هو فرونتال لاين، وحطيته ب تو لينس، طبقت الجيفن دوت برضه ان هو للزان زيرو. فاضل لي ايه؟ فاضل لي البوينت ان. هي البوينت ان بكام؟ قايل لي ان الاكس قايل لي ان الواي بتاعتها ب5. الواي بتاعتها ب5 يعني هتبقى هنا ادي كده الواي ب5 صح؟ ادي 2 3 تمام. الاكس بكام؟ الاكس ب1. الزد ب2.5 يعني هتبقى هنا دي كده الان داش والان دبل داش. طيب مالها الان ديت؟ قال لي ان الاي بي باصص ثرو البوينت دي. قال لك ايه؟ قال لي ان الاي بي باصص ثرو البوينت دي. يعني انت كده ايه؟ لو مثلا عملنا كده هنا خليه داش بقى فده كده يعتبر ايه؟ هو اللوكس للبي دبل داش، ودوت برضه هو هيبقى اللوكس لايه؟ للبي داش. حلو. طيب بقى سؤال، هو قال لي ايه؟ قال لي ان الاي بي ايكوال الاي سي، بس ده الترو لينث. بس برضه بص، نفس فكرة حرفيا سؤال 4 و5 نفس الفكرة. هل انا بقى ينفع هقول له ان بما ان الاي بي هي ايكوال الاي سي، فانا افتح البرجل بفتحة 8 سنتيمتر واقف بسن البرجل هنا واقطع هنا او اعمل علامة على بعد 8 وخلاص هوصل كده واقول خلاص انا رسمت المثلث؟ وهنا برضه كذلك اقطع علامة على بعد 8 واوصل كده واقول خلاص ان انا رسمت المثلث؟ لا طبعا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان ده طول حقيقي. طب ما انت ايش ضمنك ان اصلا الاي بي هو اسقاطه بطول حقيقي؟ او بمعنى صح، هو برضو ان الخط ده الخط دوت او المحل اللي انا عامله الداش ده محل اسقاط، فانا ما ينفعش اوقع عليه طول حقيقي. فهتعمل ايه؟ فهتعمل حرفيا نفس الفكره. ايه ازاي؟ هتجيب بقى المحل الحقيقي. طب هجيب المحل الحقيقي ازاي يا جدعان؟ هلف المحل ده تمام، كانك بتجيب التو دنس بتاع الاي ان. فانت لما تجيب التو دنس بتاع الاي ان وليكن مثلا انا هلف دوت كده تمام، هنزل بيه هنزل بالان هنزل لحد فين؟ هنزل لحد هنا. يبقى ايه لما اجي اوصل كده فدوت كده ايه؟ يعتبر الترو لينس بتاعي. خلاص انا جبت كده يعتبر ايه؟ محور حقيقي. فالمحور الحقيقي اقدر اوقع عليه طول حقيقي. ازاي؟ بالمنظر ده. خلاص انا هاخد ال8 ديت، طبعا انت هتاخدها بالبرجل وهتعلم علام كده بالمنظر ده. انت طبعا لما تاخدها بالبرجل هتعلم العلام ده. طيب يبقى كده وقعت الطول ايه؟ الطول الحقيقي. طب انا عايز الاسقاط. هو مش قال لك ان البروجيكشن هو باصص ثرو البوينت ان؟ وديت دي المحلات الهندسيه بتاعت ان. فانا خلاص انا لو رجعت هنا كده هوريزونتال يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده جبت السي ايه سوري كانت ايه يا ربي؟ البي. فانا كده يعتبر جبت ايه؟ جبت البي داش. وهنوصل بقى. يبقى دي كده البي داش، وهقفل طبعا المثلث بتاعي هسقطها فين؟ هسقطها هنا كده فوق. فهجيب البي دبل داش على محور البي دبل داش واقفل المثلث بتاعي. وخلاص خلصنا السؤال. وبكده احنا خلصنا assignment 3. وملخص الاساينمنت ايه؟ حرفيا قواعد الاسقاط. اول حاجه كانت قاعده الديشوز، ان انا لما بيبقى عندي بوينت على خط فاي اسقاط البوينت دوت بيبقى على اسقاط نفس الخط دوت. حلو. بعد كده بيبقى عندي السبيشال كيس. شفت السبيشال كيس بتاعت الخطوط. بعد كده بقى في القواعد التانية اللي احنا اخدناها النهارده واحنا بنحل المسائل، ان دايما الاسقاط بيحافظ على التوازي، ان دايما هنا الاسقاط هو بيحافظ على الزوايا في حالة لو انا عندي هنا خط هو ظاهر بطول الحقيقي. تمام. شفت برضو ازاي بنطلع الجيفنز بتاعتنا وبنرسم. خلي بالك هو مطلوب منك سكوير ولا تريانجل ولا ريكتانجل ولا رومبس ولا ايه، فاهم؟ واللي هو انت حرفيا خصائص الشكل المطلوب منك ده يعني خليها في بالك لانها هتساعدك اللي هو ايه في حل الاسئله. طيب احنا بنحل الاسئله ازاي؟ او زي ما انت ما شفت، هو مثلا بيكون مديك الترو لينس مثلا، يا بيكون مديهولك كده يا اما بيكون مديك خط انت لما بتيجي بترسمه بتتفاجئ ان هو دوت الترو لينس. طب انا عايز اجيب الخط التاني. طب هل انا ينفع اوقع ترو لينس على ترو لينس؟ لا. امال انا بعمل ايه؟
بيبقى مثلا عندي محور اهو، طب المحور دوت مش حقيقي، ده محور اسقاط، فانا بجيب اللي هو ايه زي المحور الحقيقي لمحور الاسقاط دوت، ومن هنا بقى ايه اقدر اوقع ايه طول حقيقي على ايه محور حقيقي. وقعت محور طول حقيقي على محور حقيقي، برجع بقى ايه من النقطه او اللي انا وقعتها زي كده لمحور الاسقاط، بجيب نقطه الاسقاط اللي انا عايزها وبقفل الشكل بتاعي. حلو، فده كده assignment 3 يعني. اتمنى يكون اتفهم والدنيا واضحه، ويلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فتناكم بعافيه.